صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جو حر النهارده، ايه مش عايزه اقول لكم. حر حر يعني. تعالوا بقى كده نعمل غدوايه حلوه كده، خفيفه ولذيذه وسهله زي ما انتوا عايزين تقولوا قولوا بقى. اول حاجه كده بصوا، هبتدي بالبطيخه الحلوه دي، القمرايه بتاعتنا دي، عشان خاطر تسقع شويه بقى قبل ما نخلص الغدا. ابتدي بقى كده ان انا اقطعها، عملت لها الاول كده قاعده، وشلت بقى الجزء اللي فوق ده، هقطعها كده عادي بالسكينه. هخرطها بقى كده زي ما انتوا شايفين، اقشرها الاول. تمام، هي بس القشرة بتاعتها كانت سميكة شوية، والسكينة عندي بعافية حبتين، فغلبتني شوية في التقطيع، بس مش مشكلة. اهم حاجة نسقعها. خرطنا بقى كده كله، كل القشر بتاعها ده. تعالي رايحة فين؟ تعالي، يلا. حطي لايك بقى يا امارات للفيديو، عشان النهاردة الفيديو برعاية الانتعاش، برعاية البطيخ. قطعت بقى كل الابيض اللي فيها ده، كل القطع البيضة اللي فيها دي كده، وهقسمها 2، وهقطعها كده عشان نحطها في التلاجة تسقع شوية عبال ما نخلص الغدا بتاعنا. تمام كده، تمام. يعني تقطيع البطيخ مش محتاج شرح. هسيبكم بقى مع مقطع تقطيع البطيخ كده بدون شرح، يعني مش محتاج كلام. احنا بنقطعها كده نصين بعد ما قشرناها، بخرطها كده ايه بالطول، وبعد كده بالعرض، وخلاص على كده، شكرا. اهم حاجة نسمي الله ونصلي على رسول الله. طول ما انتي واقفة كده وشغالة في المطبخ، تذكري الله وتسبحي الله، عشان يومك كده يعدي سهل وخفيف. تمام كده، ما شاء الله. بصوا بقى القطعة طالعة شكلها عامل ازاي، اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنرصها بقى في الطبق، نحطها في التلاجة تسقع، ونبتدي بقى على طول في الغدا بتاعنا. غدا النهاردة خفيف كده وسهل، وحاجة كده قمر. على التلاجة بقى يا حلوة، عشان تتشبر كده وتسقع وتبقى طعمها حلو. تعالوا بقى نحضر الغدا. بصوا، مش قلتلكوا الغدا النهاردة خفيف كده وسهل؟ معايا هنا 2 وحدتين من البتنجان الرومي، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الفرق ما بين دي وما بين دي. بصوا اللي هي اللي بتبقى مدورة كده ومكببة شوية، دي ما بيبقاش فيها بذر، يعني ما بتبقاش من جوه مبذرة. هتشوفوا كده معايا وانا بخرطها. شايفين اللي في ايدي دي اهي؟ بصوا، يعني احلى نوع بتنجان تجيبيه اللي هو زي ما انا بشاور لكم. بصوا ما فيهاش بذر، مش مبذرة زي عكس التانية. التانية اللي هي قصادي في الناحية التانية الطويلة شوية دي، لا يعني فيها بذر. فلما تيجي تشتري بتنجان، يا ريت تجيبي اللي هي النوع ده. وكمان بصوا سمار دي وسمار دي، يعني شايفين الفرق ما بين الاتنين؟ دي عطشة على بنفسك شوية، لكن دي اسود ليل يعني. بس في النهاية الطعم واحد، يعني النهاية بتنجان. الفكرة في ان وانتي بتاكلي ما بيبقاش فيه البذر في البتنجانية التانية كده. بصوا دي مبذرة شوية. حلو كده يا امارات، حلو كده. هنخرط بقى الفلفل بتاعنا ده، خرطي بأي طريقة تعجبك. عايزة فلفل حامي، عايزة فلفل رومي، زي ما انت عايزة. انا حطيت ده وده عشان خاطر بس في اطفال هتاكل، فمش عايزة الاكل يبقى حامي قوي. تمام. قطعنا بقى الفلفل كده، وشلنا البذر اللي فيه، وخرط. والجو حر، مش عايزة اقول لكم الجو حر نار. وبعدين بقى العاصفة والتراب اللي احنا كنا فيه ده حاجة كده صعبة. خرطت كده كمان في الحامي. هبتدي بس كده ان انا افرد البتنجان بتاعي كده، عشان ارش عليه شوية ملح، عشان بس ينزل مية بتاعته كده، ما يشربش معايا زيت. رشرشت بقى كده عليه حبة ملح كده، ودعكته بيه. هركنه بقى كده على جنب، يعني على ما اجهز بقية حاجتي. بصوا بقى البطاطس بتاعتنا كده وقشرناها. بما ان في مسقعة، يبقى لازم في بطاطس مقلية، وعشان انا عندي اطفال صغيرة فلازم البطاطس المقلية دي. خلص خرطنا بقى البطاطس كده زي ما انتم شايفين. خرطها سميكة شوية كده عشان تبقى ملحمة. حطوا لايك للفيديو، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة، وفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. تنسوش بقى اللايك.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بصوا خرطنا بقى صوابع البطاطس بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله اللهم بارك. شايفين بقى الصباع محمل وحلو ازاي. هديها بقى كده معلقة من الملح وشوية كده بسيط من الخل وهركنها على جنب شوية. تمام كده تمام. نديها بس كده تقليبة عشان الملح والخل كده ينزل في المية، ما يبقاش على الوش بس. عايزه اقول لكم بقى ان الاكله دي من احب الاكلات الى قلبي. يعني بالنسبه لي الاكل الشعبي ده احلى بكتير قوي من اللحوم والاسماك والفراخ والكلام ده كله. ركنتها بقى كده على جنب شويه وشطفت بقى بصوا البدنجان. شايفين كل الميه اللي نزلت دي هنصفيها بقى ونشطفها وننشف البدنجان ده بتاعنا على طول وعلى الزيت. الزيت هنا يعني انا مش حاطه زيت كتير عشان خاطر كميه الزيت اللي انا هستخدمها دي هتخلص منها في الاخر، فمش عايزه احط زيت كتير ويتحرق مع البتنجان والشطه، مش هعرف اقلي فيه حاجه تاني بعد كده. لكن البطاطس هقليها في زيت تاني. تمام كده. معايا بقى هنا الطماطم بتاعتنا، هنقطعها كده ونبشرها بالمبشره. عايزه تضربيها في الخلاط ماشي، عايزه تقطعيها كده مكعبات صغيره زي ما انت عايزه على حسب ما بتحبي. انا كده هعملها بالمبشره بالعين اللي هي الضيقه دي. تمام. هبشر بقى كل الطماطم اللي معايا كده بنفس الشكل. خلاص وبتخلص كده من البذر. البتنجان بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو، بصوا مش شارب زيت خالص. شايفين كمية الزيت اصلا قد ايه؟ يعني على ما اخلص البتنجان والفلفل هتكون كمية الزيت دي خلاص، يعني باقي فيها معلقتين او حاجة هكمل بقى بيها بقية الاكل. يبقى كده احنا ما استهلكناش زيت كتير وما هدرناش زيت. هنا كان النور قطع معلش. تمام بقى حطيت بصوا يعني اخر حبة زيت باقيين. انا طبعا صفيت كده الزيت شوية وخدت كده ايه اخر شوية زيت باقيين اهو، بشوح فيهم بقى الفلفل يعني على نار واطية كده، وبغطي طبعا عشان الطرطشة. حط بقى هنا كده في النص معلقة من الثوم المهروس مع الفلفل كده وهو بيتشوح. بصوا بقى الفلفل دبل خلاص. حطيت كده نزلت عليهم بمعلقة من الخل. تمام كده المسقعة بتاعتنا كده خلاص جاهزة اهو. نزلت بقى بنص الطماطم وهديها كمان ربع كوباية من المية وهسيبها كده تتسبك مع نفسها. طبعا مش هننسى الملح والكمون واحطها تتسبك كده مع نفسها. خلاص هي كده اتسبكت. بصوا بقى المنديل، يعني شايفين انا حتى المنديل مش شارب زيت خالص، يعني حاجة بسيط. رصيت بقى البتنجان بتاعي كده في الصينية زي ما انتوا شايفين عشان هندخله الفرن. وكانت الكهرباء بتعكسني كل شوية النور يقطع، فكانت الإضاءة عمالة يعني تعلى وتوطى. يلا معلش مش مهم. حط بقى كده الخلطة بتاعت الطماطم والفلفل دي، مش عايزة اقول لكم بقى الريحة عاملة ازاي. على الفرن بقى كده يا ست الكل على طول تاخد وش. خلاص بقى جبت هنا طاسة تانية، حطيت فيها بقى كده شوية من الزيت عشان هنحمر البطاطس بتاعتنا. عايزين بقى نفصل شوية كده، يعني احنا داخلين على عيد اللحمة، فيعني عايزين كده على قد ما نقدر ان احنا نبعد شوية بقى عن اللحوم وعن الفراخ والكلام ده كله. وناكل بقى اكلات شعبية كده حلوة عشان لما نيجي ان شاء الله لعيد الاضحى بقى يبقى فيه اشتياق كده. بصوا بقى المعلقة اللي انا حطيتها دي معلقة نشا. منها بتخلي البطاطس بتاعتي كده ناشفة ويعني ومقرمشة من بره وطرية من جوه، ومنها ما بتخليش البطاطس تشرب زيت. دي بقى كده حتة جبنة قديمة، يعني حتة جبنة كده هي لسه ما قدمتش قوي، يعني انا لسه حطاها ما بقالهاش اسبوع. بس عليها بقى كده معلقتين من المش دوت بقاله قرن من الزمان، يعني تقريبا من سنة 90. اه والله زي ما بقول لكم كده. المهم حطيت بقى طماطم وخيار وشوية كده من زيت الحار، واحط كمان حبة من الطحينة. تمام كده زي الفل. بما ان في بطيخ يبقى لازم في جبنة قديمة، دي قاعدة ما حدش بصوا يقدر يكسرها. خلاص خلصنا الطبق بتاعنا الجميل ده، وده اهم طبق بالنسبة لي. وادي المسقعة بتاعتنا طلعت من الفرن، شايفين بقى جمالها، شايفين حلاوتها وشكلها عامل ازاي.
مش عايزه اقول لكم بقى اتنسفت، يعني ما قعدش منها ولا قطعه بتنجان. بألف هنا وشفا اتاكلت كلها. نعمل بقى كده جنب الاكله بتاعتنا كده ايه، طبق كده من الفول اهو زي ما انتوا شايفين. عملت بقى طبق فول كده جنب الاكل بتاعنا، وخلاص كده كنا خلصنا. وقلت كمان بيض، وادي المسقعه اهي. الجرجير بتاعنا طبعا مش هننساه، والبطيخه طلعت من التلاجة خلاص ساقعه وزي الفل. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس على علامه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد.